حبايبي اخباركم ايه؟ انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه احلى قطايف. كل سنه واحنا طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان. تعالوا نشوف بقى احلى قطايف هنعملها في البيت ازاي، بطريقه سهله وبسيطه والمكونات كلها في البيت، وهتطلع مقرمشه جدا جدا جدا. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو مننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. شايفين بقى جمالها عامله ازاي؟ تحفه تحفه تحفه، بجد حلوة قوي. تعالوا بقى نجربها. اول حاجة انا هجيب كوبايتين دقيق، هحط عليهم نص كوباية سميد بالشكل ده. تمام. وهضيف لهم كمان بعد ما اخلطهم كويس كوباية ونص مية. دي طبعا اول مرحلة من العجينة دي هعملها على مرحلتين. تمام. كوباية ونص طبعا مية دافية هضيفها كلها بالشكل ده. يبقى كوبايتين دقيق ونص كوباية سميد، السميد ده اللي هو دقيق البسبوسة، وكوباية ونص مية دافية. هقلبهم بقى حلو قوي لحد كلهم ما يختلطوا في بعض. حطيت بقى الكمية كلها بتاعة المية، ما اقلقش خالص واحطها كلها. انا طبعا لسه هضيف مية تاني بس في المرحلة التانية. هنزل بقى الجوانب كده واغطيها بالاسترتش واسيبها حوالي ساعة. تمام. تمام. بعد ساعة بقى طبعا هي مش هتخمر ولا هتعلى ولا اي حاجة. هبتدي ارفع من عليها الاسترتش وهضيف لها شوية مكونات. تمام. هضيف لها بقى معلقة صغيرة خميرة فورية، ومعلقة صغيرة سكر، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة بيكنج صودا، وشوية ملح صغيرين وشوية فانيليا. تمام. وهقلبهم كويس قوي. وهضيف لها كمان من كوباية ونص لكوباية وربع مية. انا ضفت كوباية وربع مية، برضو مية دافية. تمام. وهقلبها كويس قوي. ممكن في المرحلة دي يا اما اعملها في الخلاط يا اما اعملها بالهاند بلندر عشان اخلطها كويس ببعض. انا عن نفسي هستخدم الهاند بلندر عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات ولا اي حاجة. وطبعا بعد ما اعجنها كده ببتدي اسيبها نص ساعة كمان، اغطيها واسيبها نص ساعة كمان قبل ما ابتدي اشتغل بيها على النار. انا بوريكم بس بخلطها ازاي والقوام بتاعها هيكون عامل ازاي. تمام. بعد كده بقى عملتها بالهاند بلندر عشان ما يبقاش فيها كلاكيع ولا اي حاجة. بس يفضل على فكرة الخلاط هيديكي نتيجة احلى كمان. انا استسهلت وجبت الهاند بلندر. تمام. يبقى اسيبها بعد المرحلة دي نص ساعة كمان، اغطيها واسيبها نص ساعة. بحاول بقى يعني لو فيها اي كلاكيع اي حاجة هعملها. تمام. هي كده بقت جاهزة معايا. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ انا مبسرعش الفيديو عشان تشوفوا القوام عشان ده اهم حاجة فيها. تمام. هسخن بقى طاسة كويس قوي وبعدين هبتدي اصب عليها القطايف وهوريكم ازاي. دي كانت اول واحدة اجربها. شايفين لونها من تحت عامل ازاي؟ هبتدي بقى الكوبايات المعيارية دي حلوة قوي. هبتدي بقى ايه، الطاسة سخنة كويس هبتدي اصب بقى في الطاسة. ممكن اعمل اكتر من واحدة في الطاسة بس انا حبيت اوسطنها شوية. تمام. اعملها بقى كبيرة، اعملها صغيرة، اعملها عصافيري، الحجم اللي انا عايزاه. يدوبك تاخد لون من تحت
وتبتدي تتفتح من فوق كده زي القطايف اللي بنجيبها من بره. نتيجتها تحفة قوي. شايفين؟ وريتكم واحدة اهيت لونها عامل ازاي ومتفتحة ازاي وطرية بقى كده وجميلة. واهم حاجة اطرافها بتلزق في بعضها. دايما لما بجيب قطايف من بره معرفش الاطراف بتاعتها ما بتلزقش ليه مهما كانت طازة. ما بتعجبنيش بصراحة خالص من بره. القطايف ممكن احتفظ بيها في الفريزر، ايوه ممكن احتفظ بيها، بس احتفظ بيها محشية. احشيها واحتفظ بيها بالفريزر، وبعد كده اطلعها على التحمير. لو انا حابة احتفظ بيها ممكن اعمل كمية زي ما انا عايزة. هبتدي بقى ارفعها بعد ما اخدت لون. طبعا هي كانت سخنة جدا، خلي بالي. اهي. هصب كمان واحدة. انا بطول الفيديو معلش شوية عشان اوريكي كل التركات بتاعتها، واوريكي هي ازاي قدامك اهيت. يعني قطايف زي بتاعت بره. طبعا لما بطلعها على فوطة او حاجة زي ما احنا شايفين كده. تمام. علشان تفضل طرية لحد لما اخلص خالص. هي بدأت تستوي اهي. طبعا يا دوبك بس تبقى من فوق مش عجين او حاجة برفعها على طول. اهي. شايفين؟ دي شكلها لما خرجت. طبعا هي عملت لي كمية اكبر من كده بكتير. ده جزء منها. الكوبايتين ونص دول عملوا لي كمية كبيرة قوي. تمام. تحشيها بقى بالحشوة اللي انتي عايزاها. تحشيها مكسرات، جوز هند، زبيب، سوداني، الحشوة اللي انتي عايزاها. ممكن نعملها كمان حدقة وهنبتدي نحمرها كده. ممكن نعملها محشية عصاج او محشية جبن. بتبقى حلوة قوي برضو بدل السمبوسة يا جماعة، بتبقى حلوة جدا، جربوها. طبعا بعد ما طلعناها بقى من التحمير وحطيناها في الشربات، وده كان شكلها النهائي. جربوا طريقتي وقولولي رأيكم ايه. واستنوني في فيديوهات حلوة قوي الفترة الجاية. بس شجعوني يا ريت. مننساش برضو اللايك والشير والاشتراك في القناة. انا لما بتعب بكسل شوية ان انا انزل، بس من غصب عني والله. سلام.